سيد الوزير المحترم، في الواقع احنا امام واحد مجموعه نتاع المشاكل اللي خصها توجد حلول. هذا القانون الاطار جيد، الحكومه تقوم بمجهود، ما نقولوش العكس، ولكن مع المقاولات الكبرى ومع الاستثمارات الكبرى. المشكل شنو هو؟ كل ما كبر الاستثمار كل ما تينقص العدد نتاع فرص الشغل. المفروض سيد الوزير المحترم هو يدار واحد المجهود على مستوى المقاوله الصغيره والصغرى، راه هذوك هما الخزان في العالم كامل اللي تيخلقوا فرص شغل. لحد الان ما استطعناش. دابا كاين مجهود السلطات المحليه، الولاة، العمال المنتخبون لخلق مناطق صناعيه مثلا. المدن او الجهات اللي نجحت راه نجحت بفضل هذاك المجهود اللي تيدار على مستوى هذا الاستثمار. خص توجد حل كذلك للتنسيق وتوزيع الادوار ما بين الوكالات الحضريه. وهنا فين تيطرح المشكل ديال تطبيق القانون، راه ماشي الناس تيجيو ويفرملوا هكذاك، وما بين المراكز الجهويه للاستثمار اللي هي المفروض تتبحث على استثمارات. وكاين اطور مزيانه اليوم، راه اطور عليا كانوا مدراء ولا اطور في هذه المراكز الاستثمار، فالخير امام. ولكن لابد ما توجد حل على مستوى المقاوله الصغيره والصغرى. والا مشينا للحكومه الجايه كما بغات تكون غتطلب عامين عاوتاني او اكثر. شكرا.